لو انت مصمم ضروري يكون عندك حساب على بروفايل او عندك حساب على منصة معروفة تعمل عليها بورتفوليو علشان تبدأ تشتغل وتعرض شغلك للناس وتبدأ ان انت تبين شغلك للناس بطريقة احترافية. وكمان غير كل ده تكون في مكان واحد يعرض فيه شغلك، وكمان السوشيال ميديا بتاعتك ومعلومات شخصية عنك خبراتك، وكمان تقدر ان انت تعمل كل حاجة في مكان واحد. لينك واحد هو اللي هيعرف العميل عليك، لينك واحد هو اللي هتعرض عليه شغلك، وهو نفس اللينك اللي هتاخد منه تشتغل واللي تعرض عليه منصاتك السوشيال ميديا وتبيع عليه خدمتك، وهو برنامج او موقع بيهانس. يقدم لكم كل ما يتعلق بالتصميم والإبداع. هنا أقدم لكم حلقة جديدة. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ارجو الدعاء الى اهل غزة واهل لبنان واهل السودان واهل جميع الناس اللي مستضعفين في كل مكان. الفيديو بتاعنا بتاع النهارده هيكون فيديو ان شاء الله فيديو قصير كويس لذيذ، وهو فيديو مطلوب مني صراحه كتير جدا. وفكره ان انت تعمل بورتفوليو على بيهانس وتبدا ان انت تشتغل على بيهانس. بيهانس من المواقع المهمه والمواقع اللي عارفين بتتيح لك فرصه كبيره جدا في الشغل، وتعرض الشغل بتاعك بطريقه احترافيه وتبدا ان انت تحط اسعارك، تشتغل مع ناس. موقع حرفيا فيه كل حاجه، موقع متكامل خالص من الاول، هيبدا معاك من الاول. اول ما تفتح الموقع هيبدا معاك ان هو يظهر معاك بالواجهه دي. طبعا يا جماعه انا قلت اعمل منكم حساب من الاول عشان نبدا الخطوات من الاول. لو عندك حساب ادوبي هتسجل على طول، لكن الخطوات دي لو انت مش عندك حساب ادوبي تبدا ان انت تعمل ساين ان وتسجل عادي زي اي حساب. وهيبدا يطلب منك هنا حاجتين. هيطلب منك الشهر والسنه او تاريخ الميلاد يعني. طبعا مش ضروري تاريخ الميلاد يكون تاريخ الميلاد يعني الحقيقي بتاعك، عادي مش مشكله. دي الخطوات دي بس مطلوبه عشان انت مش عندك حساب ادوبي. لو عندك حساب ادوبي مش هيطلب منك الحاجات دي كلها. وهتحدد المنطقه بتاعتك اللي انت عايش فيها، ودي بتظهر في البورتفوليو فلازم تختارها بعنايه وتقدر تغيرها بعدين عادي، لكنها بتظهر في البورتفوليو بتاعك على بيهانس. فالمفروض تختارها على حسب البلد اللي انت فيها، لان في ناس بتطلب مثلا منك ان انت تتعامل معاك في شغل مثلا في مصر او في اي حته، فلازم تحطها بعنايه. تبدا انت تدخل تاريخ الميلاد بتاعك، بس طبعا مش هيفرق يعني، حط اي حاجه يعني مش هيطلب منك حاجه. بعد كده بعد ما تختار البلد وتبدا انت تختار ده، تضغط على علامه القلم دي عشان تغير الاسم بتاعك. ولازم تحط الاسم بتاعك بطريقه كويسه وواضحه، لان ده نفس الاسم اللي هيظهر في البيهانس عندك. لان الاسم ده هو نفس الاسم اللي هيظهر في البيهانس. يعني مثلا ممكن اكتب هنا عمر، وهنا ممكن اكتب عاطف اللي هو اسمي يعني. او في طريقه تانية ان هو يظهر كده فوق زي ما انتم شايفين، او في طريقه تانية ان انا ممكن اكتب اسمي الحقيقي هنا، وفي اللاست نيم اكتب الاسم المستعار بتاعي او النيك نيم بتاعي اللي هو مثلا كيو. انا بس بفهمكم فكره ان الاسماء دي والاسماء دي ممكن تتغير على فكره، يعني ان حطيتها مش هتفضل ثابته، لا تقدر تغير عادي. بعد كده تضغط على علامه الصح اللي هنا دي هي اللي هي بتبقى بخليك توصل على الايميل بتاعك اي تحديثات جديده على بيهانس، لانه بيهانس بيعمل تحديثات وادوبي بتعمل تحديثات على المواقع بتاعتها والبرامج كل فتره. فلما تعمل علامه الصح دي بيبدا ان هو يوصل لك التحديثات اول باول على الايميل بتاعك، تقدر تلغيها وتقدر تفعلها، مش هتفرق معانا خالص حاليا. هنعمل كريت اكونت ونبدا مع بعض الخطوات المهمه في انشاء حساب بيهانس. اول ما تفتح على طول بتاع بيهانس هيطلب منك ان انت تختار حاجه من دول. انا بوظف الناس ولا انا فريلانسر او مصمم؟ طبعا اللي بيوظف الناس اللي هو الخيار الاولاني اي ام هايرر، اللي هو بيوظف الناس او بيعمل هاير للناس. اما انا مصمم هختار اي ام فريلانسر اور كريتيف. دي للاستديوهات والتيمات، احنا طبعا مش هنختارها لان احنا مش استوديو ولا تيم، احنا شخص واحد او مصمم. هنختار اي ام كريتيف او اي ام فريلانسر. وهيبدا في الاول ما يفتحوا يطلب منك المجالات اللي انت حابب ان هي تطلع لك. طبعا انا هختار المجالات اللي انا بحبها، عشان أنا مثلا بعمل تغذيه بصريه يبدا يطلع لي تغذيه بصريه عن الحاجات اللي انا اخترتها. فانا مثلا ممكن اختار الحاجات او المجالات اللي انا داخل فيها والمجالات اللي انا متخصص فيها، زي مثلا ال 3 دي ارت انا متخصص فيه، فابدا ان انا اختار ال 3 دي ارت. ولو انا مختص مثلا في الجرافيك ديزاين، ولو انا مختص في الالستريشن، او لو مختص في اي حاجه تانية مثلا زي البرودكت ديزاين، وابدا ان انا اضغط الزرار الازرق اللي تحت ده او اللي هو سي ماي فيد، او مثلا كده اهو اضغط عليه.
وهيبدا ان هو يعمل لي الفور يو بيج بتاعت بيهانس. طبعا لما يطلع لك الاشاره ده كمان اعمله عادي، اللي هو كمله بالبلان المجانيه. النسخه اللي بفلوس ما فيهاش مميزات كتيره، يعني هي فيها مميزات احسن من المجانيه، لكن مميزات غير ضروريه بالمره. يعني لو مش عندك الفري، لو مش عندك اللاب برو مش هتقدر تعمل بورتفوليو، لا هتعمل عادي وهيطلع كويس وهتقدر تفعل كل حاجه. زي ما قلت لكم ان بيهانس من المواقع اللي بتتيح لك تعمل كل حاجه حرفيا. طيب هنبدأ مع بعض ان احنا نعمل اهم الاساسيات واهم الخطوات اللي جوه بيهانس. واول حاجة معانا وهي فكرة ان انت نحط صورة، ويبدأ نحط المعلومات الشخصية، نعمل كل الحاجات اللي هي بتبان في الواجهة بتاعة البورتفوليو بتاعك. هنبدأ بس تخش على البروفايل بتاعنا من فوق كده، من الدايرة اللي دي كده هنخش على البورتفوليو بتاعنا. هبدأ ادخل عليها، وهيبدأ يطلب مني صورة 3200 في 410. دي هي البانر أو الصورة العريضة. واللوجو هيكون 500 في 500، اللي هو لوجو عادي يعني زي لوجو القناة أو زي أي لوجو. هبدأ إن أنا أرفع الصورة. طبعا أنا عندي صورة من قبل كده فهرفعها. ولو عندك صورة يوتيوب صورة 1980 في 1080 برضه هيقبلها عادي، بيهانس هياخد الصورة وأنت تقدر تقصها من جوه عادي. انا مثلا كان عندي الصوره بتاعت اليوتيوب دي اللي هي بتاعت قناه اليوتيوب. هبدا ان انا اعمل لها ابلود وهو يحطها لي عادي اهو. وابدا ان انا لو عايز احطها بالطريقه دي كده، او لو عايز احطها من فوق او من تحت عادي يعني. مثلا احطها هنا وابدا ان انا اضغط على كلمه done. وبرضه عشان اغير اللوجو اضغط على زرار الازرق بتاع الايديت انفو او ايديت بروفايل انفو، وهتلاقي زي سحابه زرقاء كده او كلمه ابلود. تضغط على كلمه ابلود وتبدا ان انت تحدد المنطقه اللي انت عايز تخليها تبان من اللوجو، وتعمل كروب اند سيف وهو هيسيف لك اللوجو على طول. طيب دي احنا معلومه سهله واي حد لو فتح البرنامج يعرفها. بقيه الحاجات دي هي معلومات شخصيه ضروريه تملاها، لان انت بتبان اول ما حد يفتح البروفايل بتاعك، زي المكان اللي انت عايش فيه او المحافظه اللي انت عايش فيها. هي طبعا مش حاجة ضرورية. مش يعني لو ما ملتهاش مش هيعمل بروفايل، لا بالعكس عادي هو حاجة إضافية. لكن لو أنت شخص حابب إن أنت تشتغل في شركة أو حابب تشتغل على الحقيقة أكتر من ريموتلي أو أكتر من أنت تشتغل في مكان على الموقع بس، ممكن تملى المحافظة بحيث إن لو حد يقدر يتواصل معاك يقول لك هل أنت من المحافظة اللي أنت كاتبها في البروفايل عندك، ويبدأ إنه يشتغل معاك عادي. الكومباني أو الشركة عادي ممكن تكتب اي حاجه. انا مثلا كتبت كي استوديو عادي يعني. وهنا هيطلب منك الوصف بتاعك انت ايه. انا مثلا على سبيل المثال انا 3 دي ديزاينر، انا جرافيك ديزاينر، انا اديتور. هبدا ان انا املى الخانه دي بالحاجات او الشغلانات او الصفات بتاعتي. يعني مثلا لو انا فنان رسام فوتوغرافر، هل انا شخص 3 دي، هل انا انيميتور، هل انا مش عارف كذا. هبدا ان انا اكتب الحاجات دي هنا، وعادي جدا هيبدا ان هو يملاها لي هنا. وهبدا ان هو بعد ما اكتبها اسيب عادي وهو يعمل لي سيف لوحده، هو بيعمل سيف لوحده. هنا هتبدا تكتب البروفايل بتاعك او لينك البروفايل بتاعك، اللينك اللي بيكون فيه الحاجه بتاعتك او لينك الويب سايت بتاعك. وهنا لو عندك تيم، طبعا احنا مش عندنا تيم، يعني التيم ده اللي احنا قلت لكم عليه اللي هو اشرح لكم اصلا كمان في اخر الفيديو موضوع التيم. موضوع التيم مش مهم دلوقتي، مش ضروري. هنا هتقدر تربط اي حساب سوشيال ميديا خاص بيك، اي حساب حرفيا. لو عندك حساب مثلا وليكن يوتيوب، اد يوزر نيم، وابدا ان انا اكتب اليوزر نيم بتاعي واضغط سبميت، وهو يبدا ان هو يدخل الحساب بتاعي. ولو عندك برضو فيسبوك او لو عندك اي منصه تانية، تقدر ان انت ترفع المعلومات بتاعتك لبيهانس، وهو هيبدا ان هو يوصل لك او لاي عميل حرفيا يفتح البورتفوليو بتاعك هيقدر يعرف كل اللينك او كل الرابط والسوشيال ميديا بتاعتك. هنا في موضوع السكشن تقدر تغير اسم السكشن. انا مثلا في سكشن اخليه about me او معلومات شخصيه عني، وابدا ان انا اكتب في الديسكربشن معلومات شخصيه عني. السكشنز دي ليك حد اقصى كلمه 3 سكاشن او 4 سكاشن، 4 سكشنز، اللي هي السكشنز اللي بتملى فيها معلوماتك او بتملى فيها حاجات هيشوفها الشخص اول ما يفتح البروفايل بتاعك. فانا مثلا ممكن اعمل سكشن about me وابدا ان انا ادخل فيه معلومات زي انا شغال ايه، انا بحب اعمل ايه، انا هساعدك في ايه، وايه اللي ممكن اوفره لك.
او انا عباره عن ايه واسمي ايه وتاريخي وهكذا وايه المكان اللي انا اشتغلت فيه في اباوت مي. ممكن اضيف سيكشن تاني للسكيلز اللي انا متعلمها وتعلمتها وبقالي فيها قد ايه. ممكن نضيف سيكشن تالت للاماكن اللي انا اشتغلت فيها قبل كده وخبراتي وهكذا. فبيهانس حرفيا موفر لك ان انت تكتب اللي انت عايزه ودعمك على الاخر ان انت تضيف كل حريتك. انا مثلا كتبت ان انا مصمم 3D مصمم جرافيك وايديت، وانا مستعد او انا هوفر لك خدمه ان انا اخلي الفيديو او القناه او البراند او البرودكت بتاعك او المنتج يعني بشكل كويس جدا او اخليه جذاب اكتر. ده شعار انا مستخدمه مثلا. طبعا ممكن تكتب كلام بقى انت خاص براحتك انت. الحاجات دي كلها هي حاجات يعني مش ثابته، لا حاجات انت بتحطها حسب انت عايز ولا لا. بعد كده بعد ما تخلص كتابتك للكلام تقدر طبعا ان انت عادي تضيف سيكشن تاني حتى لو خلصت السيكشن ده. وكمان الحلو ان السيكشن ده بيشيل كلام كتير جدا. تبدا ان انت مثلا لو عايز تضيف سيكشن للينك، انا مثلا عايز اقول مثلا ده هنا دي اول ماي لينكس او كل روابطي. وابدا ان انا مثلا اضيف او ارفق الرابط بتاعي هنا وابدا ان انا اضغط اد وهو يضيف لي اللينك. ولو عندي لينك تاني او لو عندي سيكشن تاني حاجه عايز اكتبها برضو هيخليني اكتبها واضيفها، وهوريكم ازاي ده هيبان بعد ما احنا نخلص. هنا هيبدا مثلا اللي انت لو عايز تضيف سيكشن تاني مثلا اهو تضيف سيكشن تاني. دلوقتي انا لو رجعت على البروفايل برضو هيبان ان انا كل الحاجات الكلام اللي انا كتبته ده هيبان عادي في البروفايل من غير ما يكون في اي مشكله. هيبان كل الكلام المضاف ده. ودلوقتي جيت اعمل باك تو بروفايل هتلاحظ ان اليوتيوب والفيسبوك والكلام اللي احنا ضفناه كله ظهر في البروفايل. فلما العميل ياخد البورتفوليو بتاعك ويدخل عليه هيقدر ان هو ليه اتاحه كامله على المعلومات اللي انت ضفتها بنفسك والسوشيال ميديا بتاعتك، يعني مثلا فيسبوك اليوتيوب اي حاجه انت بتقدمها هيقدر ان هو يفتحها من البيهانس. بيهانس على فكره من المواقع القليله اللي بتتيح لك الفرصه ان انت تربط اي حاجه بطريقه حلوه كده. هنا هيبدا يطلب منك ان انت تدخل رابط مختصر. دي ضروريه ان انت تخليها سهله وتكون بسيطه، لانه اكيد الشخص مثلا لو حب انه يدور عليك على جوجل ممكن يدور عليك على جوجل عادي وتظهر على جوجل من خلال الاسم. انا مثلا انا كنت عامل اللي هو الاسم بتاعي كيو عمر، ممكن انا اغير فيه عادي واسمي اي حاجه تانية. المهم والفكره ان هو اللينك هيظهر فوق كده لما انت حد يدخل على البروفايل بتاعك. وفي نفس الوقت لو حبيت تحط اللينك ده في اي حته تانية هيكون شكله سامبل كده وبسيط وقصير، لان في مواقع ما بتدعمش ان انت تحط لينك طويل. بتبدا تضغط على edit availability او اللي هو الظهور بتاعك. هل انا بعمل فريلانس بروجكت او انا فول تايم؟ انا بشتغل فول تايم. وتبدا ان انت تحدد السعر بتاعك بتشتغل من كام لكام، او يعني الفلوس بتاعتك هل سعرك بيبدا من $10 الى $1500. مثلا الوقت اللي انت بتشتغل فيه، الاتاحه اللي انت شغال فيها، طرق الدفع اللي انت متوفر بيها. تقدر ان انت تدعم البرنامج وكل المعلومات دي. وكمان ما تنساش ان انت تضيف المجالات اللي انت شغال فيها والمجالات اللي انت بتتيح الخدمه بتاعتك ليها، زي مثلا ال 3 دي موديلنج، ال 3 دي ارت، وجرافيك، لوجو ديزاين، لوجو مش عارف كذا، جيم ديزاين. لما تضيف المعلومات دي الشخص لما يجي يدخل على اي بروجكت من عندك هيلاقي كده زرار تحت كده وهو بيتصفح حاجه اسمها هاير مي او عيني او شغلني. اول ما يضغط على الزرار ده هيبان ليه تفاصيل اللي احنا بندخلها دلوقتي ديت، هيبان ليه كل القائمه دي. فهيبدا ان هو يعرف ياخد فكره. هنا يطلب منك ان هو لو عايز تربط باي بال او عايز تربط حاجه تانية تبع الدفع. دي بتسهل عليك ان العميل ما يقعدش ياخد معلومات شخصيه وهكذا، لا هو هيلاقي الباي بال محطوط عنده في الشات. فدي حاجه ممكن تضيفها. ولما تعمل اللي انت متاح الان هيظهر كده زرار اخضر تحت اسمك ان انت متاح الان للشغل. ممكن كمان نبدأ إن إحنا نفهمكم إزاي تعملوا بروجكت وهو عن طريق هنا أو عن طريق فوق كده شير ماي ورك. مش هتفرق يعني. أول ما تفتح هيظهر معاك القائمة اللي قدامك دي بالشكل ده. هيبدأ إن أنت تقدر تضيف صور أو تضيف كلام أو تضيف فوتو جايد أو تقدر تضيف فيديو أو امبيد أو فوتو تايب او اي حاجه او 3 دي موديل. حتى لو عايز تضيف 3 دي موديل الشخص لما يفتح البورتفوليو يبدا ان هو يقعد يلف 360 درجه عن الموديل. انا عن نفسي حاليا هنضيف صور. انا بحب اخلي دايما صوره في اول البروجكت هي صوره تعريفيه كده عن المنتج او صوره عن الحاجه اللي انا بعملها.
وليكن مثلا صورة زي دي مجمع فيها 3 صور من الشغل بتاعي وحاطط فيها البرنامج المستخدم والحقوق بتاعتي، وان انا بريء خالص من الناس اللي استخدمت المنتج او كده او الحاجات دي كلها، يعني حقوق وحاجات يعني. وهبدا مثلا ان انا لو عايز اضيف صوره لوحدها فردانيه كده اقدر ان انا احط صوره فردانيه من هنا، ولو عايز احط اكتر من صوره اضغط على فوتو جاير واحدد الصور اللي انا عايزها تظهر مع بعض. وبيهانس هيبدا ان هو يعمل لي فوتو جاير جاهزه من غير ما تجيب كانفا او تعمل باي منصه تانية، هيعمل لك من جوه بيلت ان. ولو انت عايز تضيف برضو صور تانية فوتو جاير برضو هيقدر ان هو يعملها لك بطريقه تانية. فمن تحت مش محتاج حاليا لبرامج خارجيه، يعني لو انت عايز تعمل بروفايل كويس مش هتحتاج لبرامج خارجيه. حاجه من ضمن الحاجات برضو ان انت تقدر تعملها ان انت تقدر تضيف كلام او تقدر تضيف المعلومات الشخصيه مثلا اللي انت عايز تضيفها جوه الكلام، تقدر ان انت تحددها بالشكل ده كانك بتعمل سيلكت الحاجه، وتبدا ان انت تضغط على حرف هنا دي ده، تقدر ان انت تلون التكست بتاعك باي شكل، تقدر ان انت تضيف السايز بتاعه وتكبره وتصغره، تقدر تضيف سايز بقى براحتك وتغير اللون. كل دي حاجات اضافيه واختياريه من جوه بيهانس، حاجات بتخلي البروفايل شكله جذاب اكتر وبتخلي الواحد يكمل البروفايل او يكمل البورتفوليو لغايه الاخر. لانه لما بيظهر البورتفوليو لغايه الاخر بيقدر ان هو يديك لايك او يديك مشاهده مجانيه على المشروع، فالمشروع يبدأ ان هو يطلع لناس اكتر ويظهر لناس اكتر. طبعا هنا تقدر تغير اللون بتاع الخلفية بتاعة البروفايل او البورتفوليو بتاعك، تقدر تغير لون الخلفية عادي جدا، وتبدأ ان انت لو عايز تصغر المسافة تصغر المساحة بتاعة البروفايل هيبدأ ان هو يصغرها لك عادي، وتقدر ان انت تعمل السيف ما تطبق التغييرات اللي انت عملتها. وبالقلم الازرق اللي جنب كل صوره تقدر تعمل تغيير لاماكن الليرات او اماكن الطبقات، اللي هنا مثلا انا عايز اخلي الكلام فوق وعايز اغير مكان الكلام ده اخليه فوق، تقدر تعمل دراج اند دروب للحاجه، تقدر تعمل سيف، وهيبدا ان هو ينفذ لك الامر اللي انت اديت له للبرنامج. كل الحاجات دي حاجات بتخلي البروفايل بتاعك شكله احسن. نيجي لحته تسييف المشروع وان انت تبدا تضغط على السيتنجز. طبعا الحاجات دي خيارات اضافيه، تبدا ان انت تضغط على علامه الترس دي وتبدا ان انت تغير الكفر بتاع البروجكت بتاعك، ودايما لازم تختار صوره جذابه بحيث ان العميل او اي شخص يقدر ان هو يفتح البروجكت ده، لان دايما الكفر هو اول حاجه بتبان. تقدر ان انت تغير المقاس عادي من جوه، تقدر تعمل كروب، وتبدا ان انت تغير اسم البروجكت وخلي اسم البروجكت بيدل على الحاجه اللي جوه. يعني مثلا ده 3 دي او حاجه اسمها سي جي اي 3 دي، هبدا انا مثلا 3 دي اوكي سلاش سي جي اي بروجكت ديزاين او برودكت ديزاين او اي حاجه، بس اهم حاجه ان انا ابين للعميل ايه الحاجه دي او ايه الحاجه اللي انا بقدمها من البروجكت من خلال الاسم، بحيث ان هو يفهم ايه اللي انا بقدمه له. طيب الحاجتين اللي جايين دول هم اساس اي مشروع يطلع في بيانس، عشان دي زي خوارزميات البيانس، وهي البروجكت تاج والبرامج اللي انت مستخدمها. لازم تختار حاجات تابعه للبروجكت. انا لو 3 دي او لو انا ديزاين هبدا ان انا اكتب 3 دي ريندر فيزواليزيشن سي جي اي كل ما يتعلق بالبروجكت علشان البروجكت بتاعك يطلع للناس، لان انت حاطط هاشتاجات او حاطط تاجز كتيره ملهاش علاقه بالمجال بتاعك، البروجكت ممكن ما يطلعش للناس او ما يبانش للناس. لازم تختار التاجز بعناية عشان هي اللي بتطلع للناس. وبعد ما تختار التاجز كلها تقدر انت تختار الادوات اللي انت مصمم بيها. انا مثلا هنا في البرنامج ده انا مستخدم بلندر، حاجه اسمها بلندر 3 دي، ومستخدم حاجه تانية اللي هو بلندر سايكلز او رندر انجن اسمه بلندر سايكلز، وكمان مستخدم برنامج اسمه ادوبي فوتوشوب. فهنبدا ان انا اكتب ادوبي وهو يبدا مثلا ان هو يطلع لي عادي، لو كتبت ادوبي فوتوشوب هيطلع لي اهو، ابدا ان انا اضيفه لان الحاجات دي كلها بتبان في البروجكت. بعد كده هبدا ان انا اضيف المجالات اللي انا بستخدمها زي مثلا ال 3 دي ارت 3 دي موديلنج جرافيك ديزاين، وابدا ان انا اخلي المشاهدات لكل الناس everyone. طبعا الحاجتين دول برو دول مش محتاجينهم لان دول بفلوس، انا اخلي everyone، وابدا ان انا اضغط على الزرار الاخضر اللي تحت ده اللي هو ببلش، او ان انا ابدا المشروع ينتشر للناس. وكده المشروع هيكون نزل، الناس تقدر تشوف المشروع بتاعك، تديك لايك، تعمل لك كومنت، تسيف المشروع بتاعك، تنشر المشروع بتاعك. المشروع بتاعك يكون دلوقتي نزل، تقدر تنشره في بنترست، تقدر تنشره في اي حته بنفس البرنامج.
حاليا فكرة ان انت تضيف البروجكت بتاعك وكده فكرة سهلة. عايزين نضيف فكرة ان انت تضيف سيرفيس كمان، دي هنعملها دلوقتي لكن زي ما انت شفتوا كده اهو. عايزين بقى فكرة كمان نعملها، انه دلوقتي العميل يقدر كمان يعمل لي لايك على البروجكت اذا كان عجبه ولا لا، كمان يقدر ان هو يكتب لي كومنت تعليق، سواء ان هو عميل او شخص عادي يقدر ان هو يكلمك عادي ويعمل لك بوست كومنت، تقدر انت تشوف الكومنت تعمل له لايك ترد عليه. كل ده كانه حرفيا فيسبوك او كانه سوشيال ميديا بتاعه المصممين. هنبدا بقى نعمل فكره السيرفيس او الخدمه اللي انا عملتها قبل كده دي. تضغط على كلمه سيرفيس، تعمل كريت سيرفيس او اد سيرفيس لسيرفيس جديده او خدمه جديده انت بتقدمها، زي اللي انا بقدمها عندي في البروفايل بتاعي. زي ما انتم شفتوا في البروفايل بتاعي انا عامل خدمتين، خدمه الجرافيك ديزاين وخدمه ال 3 دي برودكت فيزواليزيشن. بيبان عندي تفاصيل الشغل، بيبان عندي الاسعار، بيبان عندي الشغل اللي انا مقدمه في المجال ده. انا عايز اعمل حاجه زي كده، بنضغط على كلمه سيرفيس ونضغط على علامه الزائد اللي هنا دي كده، وابدا ان انا اسمي الخدمه بتاعتي وليكن مثلا 3 دي، وابدا ان انا اخد الوصف. مثلا انا هنا كاتب الوصف بتاعي ان انا هقدم خدمه 3 دي مش عارف كذا وكذا، وابدا ان انا اكتب الوصف بتاعي. هل انا هقدم كام كونسبت، كام ريفيجن، وهسلم البروجكت ده في قد ايه، وهقدر ان انا اضيف المجالات اللي جوه البروجكت ده مثلا وليكن 3 دي، وابدا ان انا اضيف السعر بتاعي وليكن مثلا يبدا من $450 مثلا يعني مثلا، وابدا ان انا اضيف امثله عن المشاريع اللي انا بقدمها وليكن مثلا المشروع اللي احنا لسه عاملينه، وابدا ان انا اعمل كريت سيرفيس وهو هيبدا يضيف لي السيرفيس دي في البروفايل بتاعتي من فوق. زي ما انتم شايفين حاليا دلوقتي بقى عندي الخدمه موجوده، اللي عايز يجي يتواصل معايا يضغط عليها بيكلمني وهيبان له كل التفاصيل فقط من الخانه دي، كانها امبيد، كانه موقع جاهز مجهز لك كل حاجه من الاول. تقريبا احنا وفرنا كل حاجه، بس هفهمكم حاجه. هنا بيبان الانفو او الارقام، مشاهدات، لايكات، ابريشيت. هنا لو انت عملت بروجكت ما سيفتوش، هنا اللايكات او الاعجابات، الناس اللي انت عملت لها اعجاب، وهنا المود بورد او الحاجات اللي انت سيفتها. زي مثلا عشان تكون واخد بالك، ده مثلا مشروع اهو اللي عملت سيف ليه. هنا طبعا هتعمل شير، هنا لو عملت سيف، عملت سيف للحاجه، المشروع هيسيف في المود بورد. طبعا المود بورد دي بيبان للناس كلها انت عملت سيف ليه. ممكن ان انت تخفي المود بورد دي وممكن انت تخليها، كل دي حاجات اختياريه فقط، مش اساسيه. لكن دلوقتي انت قدرت ان انت تعمل بروفايل احترافي، تقدر دلوقتي ان انت تضغط على الاكسبلور فور يو بيج، تشوف شغل الناس، تعمل تغذيه بصريه، وتبدا ان انت تنفذ وتشتغل مع الناس، تتكلم مع الناس، تتواصل مع الناس. تقدر ان انت تعمل لايك لشغل الناس، تقدر ان انت تعمل ابريشيت للشغل، تعمل له فولو، تتكلم معاه. حرفيا منصة كاملة للشغل. تقدر ان انت تكلم الناس في الشغل عادي جدا، هي كأنها منصة سوشيال ميديا او كأنها منصة للكلام خاصة بالمصممين، بتوفر لك كل حاجة في مكان واحد. طبعا احنا ملناش دعوه دلوقتي بالحاجات المدفوعه، لان انت حتى لو انت بادئ بالنسخه المجانيه بيهانس هتقدر ان انت توفر كل حاجه حرفيا بدون ما انت تدفع فلوس. وده كان شرح النهارده، شرح بسيط جدا بيفهمك بعض التفاصيل والاساسيات اللي انت تعمل بورتفوليو محترم على بيهانس. دلوقتي افهمكم كام حاجه. هنا بيبان الرسائل وهنا بيبان الاشعارات. هنا الاشعارات بتاعتك لو حد عمل لك لايك، لو حد كلمك، وهنا الرسائل برضو نفس الكلام بيبان لو انت حد بعت لك رساله. زي مثلا انا هنا مثلا لو حد عمل لي فولو، لقيت عمل ريفريش، هيبان عندي ان في حد اوكي، في حد عمل لي ابريشيت اهو. بيبان الاشعارات من هنا، ويبان لك الكومنتات، بيبان لك كل حاجه. وبيبان برضو اذا كان في حد يكلمك او تواصل معاك بخصوص شغله ولا لا، من علامة الرسائل اللي هنا دي. وكمان دلوقتي في اخر جزئيه هقدر انا اشرحها لكم في الفيديو ده، وهي بعض التريكات والحاجات زي فيجما. فيجما يا جماعه من المواقع اللي بتخليك تعمل بورتفوليو احترافي. تقدر ان انت تعمل بورتفوليو احترافي، طبعا ممكن تعمل على الاستريشن او على استريتور اقصد، او على فوتوشوب، لكن فيجما من المواقع اللي بتخليك تعمل حاجه زي كده.
الحاجات اللي هي بتكون منظمه شكل الشغل بتاعك. ممكن تعمل واحده احترافيه جديده، تقدر انت تعمل على خلفيه بيضاء وتبدا ان انت تنظم المشروع بتاعك بمقاسات انت بتحددها، تعمل دراج اند دروب للصور، تصغرها وتضيف شكل احترافي، تاخد حقوق، تضيف حقوق، تعمل كل ده من فيجما. انا بنصحك بفيجما. حاجه من ضمن الحاجات اللي بنصح بيها واللي بتخلي شكل البروجكت حلو اللي هو بيفور ان افتر او دراج بيفور ان افتر، دي عن طريق الموقع اللي قدامكم ده، او ممكن اسيبه لكم في الديسكورد. تقدر ان انت تعمل حساب على موقع اسمه دروب بوكس، او موقع كده معروف كده اسمه دروب بوكس، وتقدر انت ترفع الصور على الموقع ده، ويبدا ان انت تقدر تضيف الصور من دروب بوكس. تقدر انت تضغط على علامه الصح وتعمل رفع للصوره هنا وهنا، تعمل رفع برضو. تقدر ان انت تعمل ببلش على كلمه ببلش الزرقاء دي، ويطلع لك كده تحت كده امبيد. تقدر ان انت تاخد الامبيد ده كنترول سي من هنا او كوبي بمعنى اصح. تقدر انت تخش على اي بروجكت تضغط على كلمه امبيد وتعمل كنترول في او لصق، وتقدر ان انت تضيفه وهيتضاف الامبيد ده هنا. تقدر ان انت تعمل دراج اند دروب للحاجه كده، ويعمل هو زي جايرد كده، تقعد تحرك يمين وشمال يعرفك بيفور ان افتر، يعني قبل وبعد. طبعا دي حاجه اضافيه بتخلي شكل البروفايل جمالي، تقدر ان انت تستعملها. بالنسبه للموضوع ان انت تعمل تيم او تدخل تيم او ان انت تبدا تشتغل مع استوديوهات في بيهانس، الموضوع بيكون سهل جدا. انا عن نفسي شغال مع استوديوهين او شغال في مكانين، سانرس سبورت وكريتيف ستوديو مثلا. طب انا حاليا عايز ان انا ابدا اشتغل مع استوديو تاني، او عايز ان انا ابدا اعمل استوديو خاص بيا انا. الموضوع ده سهل جدا، وبيهانس من كتر ما هو بيتيح لك ان انت تدخل اكتر من استوديو، مظبط لك ان انت تقدر ترتب الترتيب بتاعهم، تدخل او تعمل واحد تاني. تبدا ان انت تدخل على البروفايل اهو، ويقول لك انها تيم نيم، تبدا انت تدخل تيم نيم. انا مثلا وليكن كيو ستوديو. اوكي، في استوديو بنفس الاسم اهو. ممكن ان انا ده استوديو في لندن اهو، ممكن ان انا ابدا ان انا ادخل او احدد عليه كده، وابدا ان انا ابعت لهم انفايت وهم يقبلوني او ما يقبلونيش، او ان انا ابدا ان انا اعمل استوديو بنفسي انا. فكره انت تعمل استوديو بنفسك، تقدر انت بتدخل اي اسم عادي لغايه لما يقول لك ان هو does not exist، يعني الاسم ده غير موجود. هيبدا يقول لك create it now او اعمل واحد دلوقتي. هيبدا ان هو دخلنا هنا يقول لك يسالك على اسم التيم او اسم الفريق. فانا مثلا هسميه مثلا يو ستوديو ووركس، يو ستوديو ووركس. او مثلا اخلي الرابط المختصر بتاعي كيو ستوديو او كيو ستوديو. ومثلا ابدا ان انا اخلي السيتي او المدينه اللي هي جيزه مثلا. ابدا ان انا كمان احط لينك او ويب سايت اللينك بتاعنا. وهنا ابدا ان انا ارفع الصوره بتاعتنا او الصوره بتاعت الاستوديو. انا عن نفسي كنت اعمل صوره للاستوديو اللي انا حملته في لينكد ان، لان انا ان شاء الله ناوي في المستقبل ان انا اعمل استوديو، فببدا ان انا احتفظ بالحاجات دي مقدما يعني. ده مثلا هو اللوجو بتاعنا اللي انا هحتفظ بيه كده اهو. طبعا عشان تكون يعني في الصورة لازم الصورة اللي انت تحطها تكون 500 ب 500 يا جماعة، تكون مقاسها صغير. يعني مثلا شوف هو هنا بدأ انه يقول لي بيج ده انا not found. لو قال لك نفس الحركة دي لازم ان انت تنشئ البتاع تاني، او انت تكمل وينشئ البتاع تاني. طيب هنا بيقول لك select project to display on your team page، فانا هبدأ ان انا اديسبلاي كل البروجكتس بتاعتني. طبعا يعني دي حاجة من الحاجات اللي هي اختيارية، لازم تحدد مثلا معينة أو كده حاجة تخصك أنت. بعد كده هتعمل نيكست، هيطلب منك إن أنت تعمل انفايت جديد، يا إما مثلا عايز تعمل انفايت كممبر أو انفايت كادمن. طبعا إحنا مش عايزين نعمل حاجة، فهنعمل كريت تيم. حاليا دلوقتي الاستوديو اتعمل. اللي أنا أقدر أعمله حاليا إن أنا مثلا لو أظبط الصورة أو كده أقدر أظبط الصورة دلوقتي حاليا. أنا على فكرة يا جماعة الصورة مش بتظبط، لأن مقاس الصورة وكده بيكون مختلف عن المقاس المطلوب أو المقاس اللي هو المفروض بيكون موجود عادي يعني. نعمل جروب أند سيف، هو مثلا عملها لي اهو، حتى إنه حطها لي. هبدأ مثلا إن أنا عايز أكتب about me، عايز أربط لينكد إن، أو عايز أربط فيسبوك، عايز أربط أي حاجة. وأبدأ نعمل مثلا باك تو تيم. دلوقتي الاستوديو
موجود كيو ستوديو ووركس، موجود حاليا في البروفايل. حاليا لو جيت تضغط وترجع للبروفايل بتاعك هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ان الاستوديو اتضاف هنا اهو، زائد ان انت لو دخلت على بروجكتس مثلا او اي بروجكت عندك من البروجكت اللي عندك دي، وليكن مثلا بروجكت رولكس ده، وتيجي ان انت تبدا تخلص البروجكت وتنزل لتحت كده، هتلاقي عندك ان انت البروجكت ميد فور، جايب لك الاستوديوهات اللي انت عملت فيها الشغل. طبعا ده بتحدده لان انت بتعمل سيلكت، انا مثلا كيو ستوديو وركس، كريتيف ستوديو، جنرال سبورت، وبدا ان هو يضيفها لي على كل المشاريع اللي عندي. هي دي واحده من ضمن الطرق اللي بتشتغل بيها على بيهانس، ده فكره الاستوديو، او ان العميل بيجي يتواصل معاك على الخاص. طبعا يا جماعه موضوع التواصل على الخاص ده بيتم ازاي؟ في زرار بيبان تحت كده لما حد يدخل على بروجكت، اوريكم دلوقتي. ده برضه حاجه عايز اشرحها لكم. يعني مثلا وليكن على سبيل المثال الشخص ده انا شفت البروجكت بتاعه عجبني وكده، هي عندي بيظهر حاجه زي كده اللي هو ابريشيت، او انا عامل له فول. طبعا عامل له فول الراجل ده. في بقى زرار تاني انت بتغير الزرار ده حسب حريتك يا جماعه. الزرار ده بتغير ان انت بتلاقي هنا كده تحت كده هاير مي او عيني. هنا الناس بتحط ابريشيت، وفي ناس بتقول هاير مي او شغلني او عيني او كده. انت تقدر تغير الزرار ده من جوه البروفايل، تقدر تغير الزرار ده بنفسك يعني. وليكن مثلا على سبيل المثال اهو برضو عامل لك ابريشيت. بتغير الزرار ازاي؟ انا اعمل له عن نفسي هاير مثلا بالطريقه ان انت تخش على الايديت عادي، تمام، وفي هنا كده اللي هو كوستمايز او كوستم بوتن، او اضغط عليها. عندك حاجتين او عندك ثلاثه كمان. عندك نو كول تو اكشن يعني مش هيظهر اي حاجه، وعندك جيت هايرد وفولورز اند ابريشيشن. ابدا ان انا اعمل مثلا كده، وابدا ان انا اعمل ابديت، او ابدا ان انا احدث البروجكت بتاعي. دلوقتي انا لما اجي افتح البروجكت من تاني عن طريق برومت مثلا، ان انا مثلا اعمل زي ايه، زي ان انا ابص على المشروع دلوقتي، عايز ان هو اوكي انا عايز احط لايكات، اوكي انا عايز اعمل فولو للشخص ده. وانت بتغير الحاجه دي من هنا. انت عرفت انت بتتغير ازاي؟ تخش على الستيرس ده، الاعدادات، بعد كده كاستم بوتن. طبعا هي بتتغير من هنا، وبعد كده تعمل سيف للمشروع. وبس كده، ده كان شرح النهارده. ان شاء الله يكون الشرح ده يكون كافي جدا ليكم، ويكون هو الشرح الاخير اللي تسمعوا لي بيهانس. انا عارف ان انا طولت عليكم. الفيديو ده هو حرفيا دليل لك الكامل لبيهانس، مش هتقدر انت تحتاج حاجه تانية بعد كده ان شاء الله. وحابب ان انا قبل ما اختم الفيديو وانهي الفيديو اقول لكم حاجه، ان الاهم من ان انت تعمل بروفايل، والاهم من الشغل، والاهم من ده كله هو الالتزام يا جماعه. انت لو بتعمل حاجه بجوده سيئه جدا ولكن بتستمر عليها كل يوم هتلاقي تحسن فيها. كذلك برضو في اي حاجه، لو انت بتنشر مشروع كل يوم في بيهانس، او بتنشر مشروع بشكل مستمر على اي موقع، او ان انت بتشتغل بشكل مستمر على طول، هتلاقي دايما في تحسن. دي بس معلومة أحب أوضحها، لأن أنا بصاحب ناس كتير جدا في مجالات مختلفة، والأغلب دايما بيسيب المجال أو بيزهق أو بيبطل إن هو يكمل بسبب إن مفيش شغل، أو بسبب إن هو بطل يلاقي شغل، أو بطل يلاقي اهتمام. فأنا بقول لكم إن الاستمرارية هي أهم حاجة، وهي اللي توصلك للي أنت عايزه. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تحب نفسك، ونشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.